عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. مع بداية المدارس والحضانات بتظهر عندنا مشكلة مهمة جدا وهي التنمر، وساعتها بقى لازم ولي الأمر يتدخل هنا ويقعد مع ابنه قبل بداية المرحلة ويفهمه إن هو ما ينفعش يتريق على حد، وإن هو لازم يراعي إن في اختلاف بين الناس كلها، في التخين وفي الطويل وفي الرفيع وفي القصير وفي كل حاجة من الحاجات دي كلها، فلازم أنا كساعتها كولي أمر لازم أراعي الفكرة دي وأعرفه إن هو ما ينفعش يتريق، وإن ربنا كلنا خلقنا كلنا في أحسن صورة، فساعتها إن الاختلاف هو اللي بيميز كل واحد عن التاني. طب أنا ابني بيتعرض للتنمر، إزاي أقدر اتصرف مع المشكله دي وكمان اقوي شخصيته؟ بدايه لازم اسمعه للنهايه، ما يكونش عندي تسرع في الحكم عليه، وكمان لازم اطمنه ان هو يقدر يتكلم بدون خوف او اي مشاكل ممكن تحصل، وكمان لازم اظهر له تجاوب وتعاطف مع المشاعر بتاعته، وكمان مهما كان الموضوع صعب او في تفاصيل تضايق لازم ان انا يكون عندي تحكم في اعصابي. وكمان انت كولي امر ما ينفعش ان انت تلوم ابنك وتقول له جمل زي مثلا اكيد انت اللي عملت المشكله خليتهم يتريقوا عليه، او انت ليه ما قلتليش من بدري، او ما دافعتش عن نفسك ليه، لانك انت ببساطه كده هتخليه ما يحكيلكش عن اي حاجه تحصل تاني. بعد كده بقى ايه اللي يحصل؟ تبدا تجمع معلومات من الاولاد اللي هم كانوا حاضرين المشكله دي، بحيث ان انت تبقى عندك المعلومات كامله كلها، ودون طبعا ما يكون عندك انفعال او تجنب ان انت تنفعل، تبدا تتكلم مع المدرسه وتعرفهم الموضوع، بحيث ان هم بيبقى فيه متابعه دقيقه للمشكله. ولو حسيت ان في خطر على ابنك لازم ساعتها ان انت تتدخل طبعا مع المدرسه، وكمان تبدا برضو ان هو تخليه يعبر عن رايه عن طريق مثلا ان انت تساله اسئله زي اللي هو انت رايك ممكن نعمل ايه في الامر دوت، وتخليه يعرف ان هو لازم بعد اي مشكله او اي حاجه تحصل لازم طبعا ان هو يروح يبلغ المدرسه، وان ده طبعا الامر الطبيعي الصح اللي المفروض يحصل، مش ان هو مثلا يروح يتكلم او ان هو يتدخل او يعمل مشاكل هو. ولما بيجي يبلغ ساعتها او يحكي لازم يكون طبعا بيحكي اللي حصل بالظبط، ويبلغ مين اللي عمل المشكله وهو عمل ايه ساعتها او كان رد فعله كان ساعتها عامل ازاي. وكمان لازم لو في مشكله ساعتها او انت حاسس ان الموضوع اثر على ابنك من ناحيه الدعم العاطفي او ايا كان، لازم ساعتها ان انت تستشير اخصائي نفسي. برافو عليك. طب المدرس او المدرسه لو حصل تنمر في الفصل ازاي هم يكون عندهم قدره في ان هم يتعاملوا مع الموضوع دوت؟ اول حاجه لازم كان المدرسه يكون عندها معلومات ازاي تتعامل مع التنمر. تاني حاجه لازم المدرسه دي تبقى حاطه قوانين كبيره جدا ضد التنمر، وتكون طبعا الطلاب عارفين، ويكون ناتج ليها عواقب على اي حد هيعمل التصرفات دي. ولازم طبعا المدرسه ما ينفعش تسيب الاطفال في مكان مثلا في المدرسه لوحدهم بدون اشراف من الكبار، وكمان لازم ان هي تكون عامله جو يكون كويس بين الاولاد، ولازم تكون في مراقبه شديده جدا على الاولاد اللي هم ممكن يكونوا عرضه اكتر للتنمر، زي الاولاد اللي هم مثلا عندهم مشاكل بدنيه او الاولاد اللي هم لسه جايين جداد. ولازم على المدرسه ان هي تشجع الاولاد ويكون في اندماج مع بعضهم ويشاركوا مع بعض في الانشطه، وكمان تديهم نصايح وارشادات على التنمر وان هم ما ينفعش يتنمروا على حد، وكمان لازم تشجعهم ان هم اكتر ان هم يخافوش من اي حد، وان اللي بيتنمر دوت ملوش اي لازمه او ان هو مش بيمثل خطر عليهم، وكمان ان هم لو حصل لهم اي مشكله يقدروا يتكلموا او يواجهوا الموضوع دوت، وكمان يطلبوا مساعده من اي حد. علي النعمة انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. وبكده يكون وصلنا لنهايه حلقتنا، يا رب يكون استمتعتوا واستفدتوا. ما تنساش الاشتراك في القناه. سلام.